السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا جدا جدا، او يعني اتريبيوت مهم جدا، وهو الاوديو. بتلاقي كتير جدا من المواقع، زي مواقع مثلا اللي هي معتمدة على الصوتيات، زي المواقع الدينية او المواقع اللي هي بتعمل لك مثلا، بتنزل منها يعني، او بتسمع منها اغاني، او بتسمع منها اناشيد، او بتسمع منها قرآن، او الكلام ده كله. فبتلاقيها معتمدة عن الأوديو يعني، أو الصوتيات يعني. تمام، فإحنا عايزين إيه؟ نعمل الكلام ده في الموقع بتاعنا، إن إحنا يبقى عندنا أوديوز، أو إن هو يبقى فيه صوتيات عندنا في الموقع. تمام، فإحنا هنعمل إيه؟ عندنا الاتريبيوت بتاعنا اسمه أوديو. تمام، أوديو. تفتح الأوديو. تمام، في عندك في اللي هو الاتريبيوت بتاعه. تمام، الإيليمنت اسمه أوديو، والاتريبيوت بتاعه اسمه السورس. انت بتحط السورس بتاعك. خلينا مثلا، تعالى كده عشان خاطر نبدأ ان احنا نظبط الموقع بتاعنا. طبعا انا فاتح الموقع بتاعنا اهوت، وانت بقى افتحه معايا يلا عشان خاطر نبدأ ان شاء الله. المهم، انت دلوقتي عندك السورس اهوت. تمام، والله انت لو زي الصور بالظبط، انت هتحط المسار بتاعك، وليكن مثلا عندي المسار عندي اهوت، الاوديو عندي في حاجة اسمها الميديا. تمام، فولدر اسمه الميديا، انا هقول له الميديا وسلاش، واقول له الاوديو بتاعي. هتلاقيه إيه؟ هتلاقيه المفروض يعني يظهر هنا. تمام؟ هو هيظهر عن طريق حاجة اسمها الكنترول. تمام؟ فالمفروض إن هو دلوقتي يظهر معايا. طيب خلينا بس نمسح الكلام ده هو كله، ونتعلم اتريبيوت أو حاجة اسمها السورس. يعني أنت جوه الأوديو نفسه هتعمل حاجة اسمها السورس. اتريبيوت اسمه السورس، هو اللاين، أو قصدي اللي هو ملهوش closing tag. هو self closing tag. تمام، فبالتالي انت هتعمل حاجه فيه اسمها src برضو. تمام، وهتحط الايه الباث بتاعك او المسار بتاعك. تمام، طب وده ليه بقى؟ ليه بنستخدم السورس؟ عشان خاطر لو انت عندك اكتر من سورس لاكتر من حاجه، يعني انت ممكن يكون عندك مثلا حاجه MP4، حاجه مثلا قصدي مسار MP3 مثلا، ده اللي هو حاجه تبع الاوديو مثلا MP3، او ويف مثلا، او OGG مثلا، او الحاجات دي هي كلها. تمام، فبالتالي انت بتحط الحاجه بتاعتك، والبراوزر بيشوف الحاجه اللي بيدعمها ايه، وبيختارها من ضمن الاوديوز اللي انت منزلها. تمام كده، يعني مثلا ده ام بي، مثلا MP3، ده ويف، الحاجات دي كلها. طيب ماشي. طيب ده عشان خاطر ايه تستخدمه. ممكن كمان تحط ديسكريبشن لو الموقع بتاعك ما بيدعمش الفيديو، هتقول له ايه؟ يور مثلا براوزر مثلا، اللي هو البراوز بتاعك، او يور براوز ايه ما بيدعمش، او البراوزر بتاعك ما بيدعمش. does مثلا ايه؟ doesn't مثلا doesn't مثلا ايه, اللي هو support this audio مثلا، اللي هو الاوديو، اللي هو الاوديو ده هو اوديو. تمام تمام، وهكذا. تمام، فاحنا خلينا بس ان احنا نحط الاوديو بتاعنا. زي ما انا قلت لك، انت ممكن يكون الاوديو بتاعك دوت مثلا ويف، لو انت عندك مثلا حاجه ويف مثلا، او الاوديو بتاعك ممكن يكون دوت او جي جي مثلا، او جي جي مثلا. تمام، طيب عايزين بقى ان احنا نتحكم في الاوديو بتاعنا والكلام ده كله. قلت لك ان في حاجه اسمها الكنترولز. الكنترولز هو المسؤول ان هو يظهر الاوديو زي ما انت شايف كده. إن هو يعني إيه؟ إن هو يظهره بالمنظر اللي أنت شايفه دهوّة، اللي هو يبقى فيه المثلث دوّة، اللي أنا أضغط عليه عشان خاطر يشغّل الفيديو، الثواني والدقايق اللي الفيديو اشتغلها، اللي أنا مثلًا أعمل mute للفيديو، إن أنا أعمل download اللي هو الplay speed بتاعي، اللي هو مثلًا أسمعه على 1.5 والّا أسمعه على إيه بالضبط، وهكذا. تمام؟ دي كلّها الكنترول هو المسؤول عنها. فأنت دلوقتي مثلًا عايز تشغّل الفيديو أهو مثلًا. ولقد تمام، فأنت بتشغّل الفيديو قصدي الأوديو. تمام كده، تمام. في حاجة تانية اسمها إيه؟ اسمها الauto play. طَب إيه هو الauto play؟ الauto play دهوّة لو أنت يعني لو أنت بتسمع مثلًا فيديو، هتلاقيه إيه أول، أو قصدي أوديو أو فيديو أو أيًا كان إيه، هتلاقيه أول ما تشغّل الموقع، تلاقيه الأوديو دوّة شغّال على طول. إزاي بقى تعمل له auto play؟ تعمل حاجة اسمها auto play. بُص،
على طول. ولقد لو انت لاحظت معايا هتلاقي الموقع اتعمل له ريفرش من فوق كده، تمام، والاوديو اوتو بلاي يعني اشتغل على طول. يعني لاحظ معايا كده، انا هشيل الاوتو بلاي وانت لاحظ الموقع وهو بيتعمل له ريفرش لوحده. فاهم قصدي ايه؟ تمام، انا هعمل اهوت اوتو بلاي. بص ركز هنا كده في الريفرش، بص خلق حصل ريفرش وعلى طول ايه اشتغل. تمام. في حاجة تانية اسمها اللوب. ولقد طبعا احنا ايه عايزين بس نشيل الاوتو بلاي، تمام، عشان خاطر مش كل شوية يشتغل يعني. تمام. فاحنا عرفناها خلاص. فهنشيل الايه حته هنشتغل على حته اللوب اللي هي ايه. اللوب لو انت جيت في اخر الفيديو او اخر الاوديو خالص، تمام، هتلاقي لو انت مثلا جيت قبلها بشويه كده مثلا، لما يجي لغايه الاخر هتلاقيه بيشتغل لوحده. يعني يبدا يشتغل لوحده. اول ما يخلص الاوديو لغايه الاخر يرجع تاني يشتغل لوحده. تمام تمام. يعني زي ايه برضو، تعالى مثلا نسمع كده حته كده الشيخ المنشاوي يعني ايه. معلش عشان بس تفهم اكتر بس. تعال. زي ما انت لاحظت كده، اول ما جه لغايه الاخر عاد الاوديو من اول وجديد. دي بنسميها ايه؟ بنسميها اللي هي اللوب. تمام. في حاجه اسمها الميوتد. الميوتد يعني ايه؟ يعني حاجه معمول لها ميوت، يعني حاجه المايك دهوت هيتعمل له ميوت دلوقتي، اللي هو مش شغال باي ديفولت، مش شغال. تمام كده. يعني عشان خاطر نعملها، يعني تعالى كده بص، هتعمل حته الاوتو بلاي. تمام. وبس هنوقف الفيديو بسرعه. هنوقف الاوديو اقصد، انا مش عارف ليه معلقه معايا كلمه فيديو مع ان يعني ما اوديو عادي يعني. تمام. هنعمل حاجه اسمها الايه اللي هي الميوتد. تمام. الميوتد دهيت هتلاقي على طول اتعمل له ميوتد كده. اول ما يشتغل بص، او اول ما اشتغل اوتو بلاي عادي خالص، واتعمل له ايه ميوتد اهوت باي ديفولت. تمام كده. طيب، لما حطيت الاتريبيوت دهي كلها هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه، لو انت مثلا مش عارف، يعني المفروض تكون باينة معانا. يعني خلّينا مثلًا إيه، نحُط قبلها عناصر كتير عشان خاطر تبان معانا. يعني إيه، عشان خاطر مثلًا عايز أورّيك حاجة. يعني خلّيني أحُط العناصر دي كلّها كده تحت بعض، كتير كده بالمنظر دهوّة. بُص لو أنت ضغطت على آخر واحد كده، بُص هتلاقي إيه، في حاجة اسمها الdownload. تمام. الdownload دهوّة لو أنت جيت بصّيت هنا كده، بُص هنا كده هتلاقي على طول هتعمل له download كده زي ما أنت شايف كده، بُص. فأنت ممكن تعمل له داونلود، فخلاص هو بقى نزل عندك أهوّة. وكمان أنت ممكن تسمعه، يعني اسمع معايا على سرعة أكثر من كده. يعني الspeed بتاعتك ممكن تسمعه على 1.5، فهيبقى سريع شوية. بُص، دي معناها يعني. تمام كده. فأنت ممكن تنزّله، ممكن تعمل إيه، ممكن تعمل كل حاجة داخل دي مش عارف الEdge بيدعمها والّا لأ. يعني ممكن نيجي مثلًا نشوف الحتّة ديّة في الEdge مثلًا. يعني تعالَ مثلًا ناخد الlink ده كده ونفتحه مثلًا في الEdge. تمام. يعني مش عارف هو بيدعم حتّة الdownload ديّة والّا لأ. تعالَ مثلًا نجرّب أهو. تعالَ كده. بيدعّم، باين كل المتصفحات باين كده إن هي بتدعّم حتّة الdownload. يبقى كده كل المتصفحات بتدعّم حتّة download مع الaudio. تمام كده يا صاحبي؟ تمام. يا رب يا صاحبي الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.